في بيت هادي، ماما كانت تعبانة شوية. يا بنات، البيت يضرب يقلب والضيوف جايين بعد ساعة، ساعدوني يا حبايبي. ولا يهمك يا ماما، ما تشيليش هم حاجة، روحي ارتاحي واحنا هنتصرف. يلا بينا. بدأت روزان تشاور بإيديها، وفجأة المخدات واللعب اللي في الصالة بدأت تطير في الهواء وترجع مكانها فوق الكنبة وفي الصناديق كأنها في عرض سحري. لارين اتحولت لإعصار صغير، بقت بتجري بمكنسة في إيد وفوطة في إيد تانية، لدرجة إنها لمعت السيراميك كله في 5 دقايق بس. أما سيليا فنادت على عصافير الجيران وطلبت منهم ينزلوا ينقوا الفتافيت الصغيرة من على السجادة اللي المكنسة مش طايلاها، والقطة بوسي بدأت تساعدها في تجميع الشرابات الضايعة من تحت الكنبة. قبل ما الساعة تخلص كان البيت بيبرق. يا نهار أبيض، انتوا عملتوا كل ده ازاي؟ ده انتوا أسرع من سوبرمان. احنا مش سوبرمان يا ماما، احنا الفتيات الخارقات. أحلى إخوات في الدنيا هم اللي بيساعدوا ماما بقدراتهم الجميلة حتى لو مش خارقة. المهم نحافظ على المكان اللي عايشين فيه. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة عشان يوصلكم باقي قصص أبطالنا.